السلام عليكم. في قلب بلجيكا وعلى ضفاف نهر الشيلد توجد مدينة اسمها أنتويرب، مدينة لها تاريخ طويل في التجارة والموانئ، لكن شهرتها الحقيقية جاءت من الألماس. على مر السنين اشتهرت بأنها عاصمة الألماس في العالم، وأي شخص يدخل شوارعها يلاحظ بسهولة المحلات والمعارض هناك التي تعرض أندر وأغلى الأحجار الكريمة. أكثر من 80% من الألماس الموجود في العالم كله يمر عبر هذه المدينة وحدها، وهذا جعلها مكاناً استراتيجياً ليس فقط للتجارة بل أيضاً للأمان والرقابة المشددة. المدينة تضم أكبر بنك ألماس في العالم كله، مبنى ضخم محاط بحراسة مشددة وبوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة في كل زاوية وأنظمة إنذار تعمل بأدق تفاصيل الحركة. كل حجر ألماس مخزن تحت طبقات من التأمين تجعل مجرد التفكير في سرقته أمراً شبه مستحيل. لكن بالرغم من كل هذه التحصينات، مجموعة من الأشخاص في سنة 2003 فاجأوا العالم كله وسرقوا من البنك ألماساً بقيمة تتخطى 100 مليون دولار، ليتحول المكان الأكثر حصانة في العالم إلى ساحة واحدة من أجرأ عمليات السرقة في التاريخ. أهلاً بكم، ودعوني أحكي لكم اليوم عن سرقة جواهر أنتويرب. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم تنبيه بالحكايات الجديدة كل أسبوع، وخلونا نوصل الفيديو إلى 20,000 لايك قبل الحلقة القادمة. همتكم معايا. رغم أن مدينة أنتويرب صغيرة جدا ومساحتها حوالي 200 كيلومتر مربع فقط، إلا أنها تعتبر من أهم المدن التجارية في العالم. كما ذكرنا، 80% من ألماس العالم يمر من خلالها، ولذلك فأنظمة الأمان هناك مختلفة تماما عن أي مكان آخر. المنطقة وحدها لها قوة شرطة خاصة تعرف باسم شرطة الألماس، ومهمتها الوحيدة حماية تلك البقعة من المدينة، وهي محاطة بأكثر من 63 كاميرا مراقبة تعمل على مدار الساعة يوميا. المداخل والمخارج كلها مغلقة بأسطوانات حديدية تخرج من الأرض لتمنع دخول أو خروج أي سيارة. المنطقة تضم أيضا مبنى ضخم يعرف باسم مركز الألماس. نظرا لأهميته، لا يمكن لأي شخص دخوله أو الخروج منه إلا إذا كان تاجر ألماس أو له علاقة بالمجال، وعندها فقط يحصل على بطاقة خاصة تسمح له بالدخول. داخل هذا المركز وعلى عمق 2 دورين تحت الأرض توجد خزنة فيها أكبر نسبة ألماس في العالم. الخزنة عبارة عن حصن منيع مؤمن ب10 طبقات من الحماية، كل طبقة أصعب من التي قبلها. باب الخزنة وحده يزن 3 أطنان من الحديد الصلب، وسمكه 30 سنتيمترا، صمما ليقاوم الحفر المتواصل لمدة 12 ساعة. وتحت الباب يوجد جهاز استشعار زلزالي يطلق إنذارا في حال أي محاولة اختراق. في منتصف الباب قرص دوار ب4 أرقام سرية، كل رقم مكون من خانتين، أي أن عدد الاحتمالات 1,000,000 احتمال. حتى لو افترضنا أن أحدهم خمن الرقم الصحيح، فلن تفتح الخزنة إلا بمفتاح خاص طوله 30 سنتيمترا، ويقال إنه مستحيل الاستنساخ. ولو تمكن أحد من تجاوز مرحلة المفتاح، فهناك مجال مغناطيسي بين الباب والجدار يكفي كسره لإطلاق إنذار يسمع في كل المنطقة. وبعد كل هذا هناك بوابة حديدية أخرى تحتاج إلى مفتاح آخر لتجاوزها وصولا إلى غرفة صناديق الأمانات، والتي تحتوي على مئات الصناديق، كل واحد منها له مفتاحه الخاص. الغرفة نفسها مؤمنة بكاميرات مراقبة وأجهزة استشعار للحركة والحرارة والضوء. من الآخر، هذه الخزنة تحفة هندسية في عالم الأمان، والمنطق يقول إن من يفكر في اختراقها لا بد أنه مجنون. لكن بطل قصتنا ليوناردو نوتر برتولو كان ذلك المجنون، رجل إيطالي ولد سنة 1952، وكان يقول عن نفسه:
إنه ولد ليكون لصاً. أول سرقة له كانت وهو في 6 من عمره، عندما أرسلته أمه ليشتري اللبن، فوجد البائع نائماً فمد يده وسرق 5000 ليرة، ومن وقتها عرف طريقه في الحياة. عندما دخل المدرسة بدأ يسرق معلميه، وبعد أن كبر قليلاً صار يسرق السيارات وتعلم كيف يفتح الأقفال. في 20 من عمره أصبح محترفاً، يدرس ضحاياه قبل سرقتهم بدقة، يراقب التاجر أسابيع ليحفظ كل تحركاته، ثم ينفذ العملية بدقة متناهية. وفي 30 كون فريقاً من المحترفين عرف باسم مدرسة تورينو للسرقة، ضم خبراء في فتح الأقفال وتعطيل أجهزة الإنذار وتسلق المباني، وكان هو البروفيسور الذي يديرهم. ليوناردو كان لبقاً وأنيقاً لدرجة أن التجار كانوا يدعونه إلى مكاتبهم وخزائنهم بثقة، وبذاكرته القوية كان يحفظ كل التفاصيل ليعود لاحقاً ويسرق المكان دون أن يترك أثراً. ومع الوقت صار متخصصاً في سرقة الألماس والمجوهرات، وكان لديه شبكة في السوق السوداء لتصريف المسروقات دون أن يكتشف أمره. لكنه في أحد الأيام تعرضت إحدى محلاته للسرقة، فقرر أن يعوض خسارته بعملية غير مسبوقة: سرقة بنك الألماس في أنتويرب. أسس شركة وهمية وقدم نفسه كتاجر ألماس إيطالي من تورينو، بلباقته وأناقة مظهره كسب ثقة الجميع، بل وصل إلى مديرة المبنى نفسها، واستطاع تأجير مكتب صغير داخل المركز، ما منحه بطاقة هوية تسمح له بالدخول والخروج متى شاء، بل وتأجير صندوق أمانات داخل الخزنة نفسها. على مدى 2 كان يتردد على المكان، يمثل دور التاجر المحترم، يضع الألماس في الصندوق تارة، وفي الحقيقة كان يصور كل زاوية داخل الخزنة بقلم مزود بكاميرا رقمية صغيرة. بهذه الصور رسم مخططاً كاملاً للخزنة، ثم كون فريقه من جديد: فرناندو فينوتو الملقب بالوحش، خبير في الكهرباء والميكانيكا; إليو دوناريو الملقب بالعبقري، خبير أنظمة الإنذار، وشخص مجهول الهوية لقب بملك المفاتيح، قادر على نسخ أي مفتاح مهما كان معقداً. حصل ليوناردو بخداع ذكي على مخططات المبنى بالكامل من المديرة، ومن خلالها اكتشفوا مدخلاً خلفياً عبر الجراج الجانبي يمكنهم من الدخول دون المرور بأنظمة التفتيش. على مدى شهور راقبوا الحراس، واكتشفوا أن غرفة المراقبة تغلق ليلاً، وأنهم أمام نافذة زمنية من 5 ساعات فقط لإنجاز المهمة. في ليلة السبت 15 من فبراير عام 2003 بدأت العملية. كان ليوناردو ينتظر في سيارة بيجو رمادية بالخارج، يراقب الاتصالات اللاسلكية للشرطة. أما زملاؤه الثلاثة فدخلوا المبنى من الجراج وبدأوا العمل بدقة متناهية. غطوا كاميرات المراقبة، وأبطلوا أجهزة الاستشعار باستخدام مادة عازلة من الرذاذ، وفصلوا المجال المغناطيسي دون أن يكسروا الاتصال بين قطبي المغناطيس. استخدم ملك المفاتيح نسخة المفتاح التي صنعها، لكنها لم تعمل، وبعد تفتيش دقيق وجدوا في غرفة الخدمات المجاورة المفتاح الأصلي معلقاً على الحائط. استخدموه مع الرقم السري المسجل بالفيديو، وفتحوا الباب بكل سهولة. أمامهم 190 صندوق أمانات مليئة بالألماس والذهب والمجوهرات. استخدموا مثقاباً يدوياً لا يصدر صوتاً، وفتحوا 109 صناديق، جمعوا منها غنيمة تقدر ب100 مليون دولار، ثم غادروا دون أن يتركوا أثراً بعد أن محوا كل تسجيلات الكاميرات. لكن الخطأ القاتل جاء لاحقاً، حين قرر ليوناردو وصاحبه سبيدي التخلص من الأدلة في غابة مهجورة، فبعثر سبيدي محتويات الأكياس من فوق كوبري لتتناثر الفواتير والشرائط في كل مكان. في اليوم التالي صادف أحد السكان المكان، وأبلغ الشرطة التي وجدت بين المخلفات فاتورة كاميرا باسم ليوناردو، وبواقي ساندويتش عليه حمض نووي من العصابة، وبطاقة تحمل رقم هاتف إليو دوناريو. خلال أيام اكتملت الأدلة، وتم القبض على العصابة كلها تقريباً،
ما عدا ملك المفاتيح الذي ظل مجهول الهوية حتى اليوم. ورغم ضخامة العملية، لم تسترجع الحكومة البلجيكية أي جزء من المسروقات حتى الآن، وبموجب القانون البلجيكي طالما لم يستخدم العنف ولم يصب أحد فلا تزيد العقوبة عن 5 سنوات سجن. فحكم على ليوناردو بالسجن 5 سنوات فقط، وعلى باقي أفراد العصابة ب6 أشهر. وبحلول عام 2008 كانوا جميعا أحرارا يعيشون حياتهم وكأن شيئا لم يكن. أما المسروقات التي تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار فلم يعثر عليها أبدا، لتظل سرقة أنتويرب واحدة من أغرب وأجرأ قصص الجرائم في التاريخ. وشكرا لكم على استماعكم، ولا تنسوا دعمنا ب20,000 لايك.